تحياتي. النهاردة هنعمل البطاطس ولكن محشية بالخضروات، مش هنعملها محشية باللحمة او بالفراخ كنوع من الاكلات الاقتصادية النباتية. اول حاجة هنجيب البطاطس بتاعتنا حجم يكون صغير كده وهنجوفها من المنتصف، مش هنخلي فيها فراغات كده. وبعدين هنجيب الحشو عبارة عن بصل وفلفل حراق وفلفل رومي وتوم وطماطم وممكن جزر لو حابة. هناخدهم كلهم ونقطعهم قطع صغيرة وهنحط عليهم فلفل واسمر وملح وبهارات، ويستحسن تقطعيها قطع صغيرة بلاش الخلاط عشان ما ينزلش ميته الخضار. وبعدين هنحط عليها شوية من الزيت او الزبدة اي مادة دهنية عندك ونقلبها كويس قوي. نبتدي بقى نحشي البطاطس بتاعتنا بالخضار ده. زي ما قلتلكوا خلوها متقطعة بالسكينة مش بالخلاط، دي مهمة اوي الخطوة دي. وبعدين هجيب طاسة سخنة وهحط فيها شوية زيت او زبدة وهدي للبطاطس دي تشويحة كده على الجنبين. وبعد ما تتشوح كويس قوي هننزل بعصير الطماطم عشان العصير الطماطم هو اللي هيسويها ويخلي طعمها حلو، ومعاها شوية ملح وفلفل اسمر. وبعدين هننزل بمرقة، يفضل انها تكون مرقة بلاش مية عشان احنا مش حاطين لحمة. وبعد كده هدخلها في صينية فرن وادخلها في اعلى حرارة في الفرن لحد ما تستوي. وبس كده، اتمنى الوصفة